وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر، فمن هو وكم عمره وما سبب وفاته؟ لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، فضلاً وليس أمراً. توفي صباح اليوم الإذاعي والشاعر المعروف فوزي خضر بعد معاناة مع المرض، ما أثار حزناً واسعاً في الوسط الإعلامي والثقافي. سيشيع جثمانه بعد صلاة العصر في الإسكندرية في المنارة باب واحد، حيث ودع الأقارب والأصدقاء. فوزي خضر كان أكثر من مذيع، هو شاعر وكاتب ومؤرخ أدبي، ومثل مرجعاً ثقافياً. عمل مدرساً، صحفياً، أخصائياً للمخطوطات في مكتبة الإسكندرية، ومستشاراً في الهيئة العامة لقصور الثقافة. ترك خلفه إرثاً ثقيلاً من الكتب والمؤلفات، عشرات الأعمال التي أثرت المكتبة العربية، وفاز بجوائز ثقافية مهمة، بينها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر. مسيرته كانت حافلة بالإنتاج الفكري والثقافي، حيث دمج الشعر، البحث، الإذاعة والتأليف. حضور صوت فوزي خضر عبر أثير الإذاعة ومكتبة الكتب ترك بصمة لا تمحى في نفوس محبيه. رحيل فوزي خضر خسارة للشعر والإذاعة والثقافة العربية. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.